السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير. جيتكم بوصفه المعقوده تاع البطاطا، تجي بزاف هايله وتجي بزاف بنينه. تبعوا معايا الوصفه. الحاجه الاولى واش نديرو، نحكموا البطاطا تاعنا نفوروها. انا ما وريتكمش هذيك المرحله الاولى. المهم نحكموا البطاطا حسب افراد العائله، قطعوها مربعات وفوروها. بعد ما تكون طابت لنا نحطوها في اناء هكذا تاع الزجاج ولا. من بعد نمعسوها بهذه الاداه اللي يعني نوري لكم فيها. نمعسوها بيان وهي سخونه، ما تخلوهاش حتى كي تبرد ومن بعد تجيو تمعسوها من بعد تولي لكم كامل تتلاصق. فوالا جو بريفير كيما قلت لكم البطاطا تفوروها ما تغليوهاش، باسكو اذا غليتوها تقعد فيها الماء من بعد ما تجيكمش مليحه، بعد نحليكم كامل في الزيت. الوغ نتوما الحاجه المليحه اللي باش تنجح لكم المعقوده لازم تفوروها. فوالا هنا نجيو نديرو لها التوابل. عندنا ملح، فلفل كحل، شويه كركم، شويه زعفران. هذو هما التوابل اللي يديروهم في المعقوده. هنا نزيد لها فص تاع الثوم كيما كتشوفوا. واذا ما حبيتوش ديروا ثوم هكا يكون جديد، ديروا ثوم بودره، عوضوه بثوم بودره. انا هنا نورمالمون ندير ثوم بودره، بصح كيما كاش عندي درت الثوم هذا، بصح جات بنينه ولا جات هايله. جربوها ان شاء الله راح تعجبكم. فوالا كيما كتشوفوا هنا نضيف لها كميه تاع المعدنوس يكون مقطع رقيق ويكون جديد كيما كتشوفوا. المعدنوس يعطيها بنه هايله للبطاطا تاعنا. راكم تعرفوا معروف نديرو البوراك بالبطاطا، نديروها كيما بهذا الوصفه. باك ما نديروهاش الثوم، نديروها برك شويه طون شويه فرماج، يخرج لنا بوراك بزاف بنين. ميم المعقوده بهذه الطريقه قلت لكم تخرج شابه وتجي بنينه. نخلطوا هذه المكونات مليح مليح، و ميم طون نبردو في البطاطا تاعنا. فوالا نخلطوها بيان. بعد ما تبرد لنا شويه تتفنى، نجي نكسر حبه تاع البيض، نحط البياض وحده والصفار نحطو هنا في البطاطا. فوالا البياض هذاك من بعد نسحقوه باش كي نجيو نقليو المعقوده تاعنا ندهنوها كامل بالبياض البيض باش ما تنحلناش. هنا نحطو الصفار، نحطو هنايا لا شابيور اللي هي الخبز الملحي مغروف ولا 2 مغارف كبار. هنا نديرو لها فروماج غابي، هنا زدت هكا اضافه. نتوما اذا ما حبيتوش ديرو ما ديروش. هي جو بريفير فروماج غابي ماشي فروماج هذاك بورسيون يكون طري، باسكو هو اللي يخلينا المعقوده تاعنا تجي تتنحل لنا في المقله. جو بريفير ديرو فروماج غابي خير كيما هذا كيما انا درت. من بعد نقعدو نخلطو فيها كيما كتشوفوا غير بالفرشيطه، ورانا وميم طون نبردو فيها كيما كتشوفوا هكذا. نخلطوها مليح باش يدخلوا كامل المكونات في البطاطا وتجينا بنينه. فوالا هذه المرحله تاع البطاطا مش بريفير ديروها ما قبل شويه، ما قبل ما تجوا تقلوها بحوالي ساعه ولا 2 سوايع، باش البطاطا تاعنا تكون بردت لنا وحكمت روحها. هنا بعد ما كملتها نجي نغطيها بالبابي سيلوفان، بابي السيلوفان تعرفوه كامل. غطيوها وحطوها في الفريجيدير تريح وتشد روحها، باش من بعد كي نكونوا نخدموا فيها تجينا سهله وما تلصقناش في يدنا. فوالا كيما كتشوفوا انا هذه ما تخطينيش كامل في رمضان. نعوضها في بلاصه البوراك، نهار ما نديرش بوراك ندير هديه ولا غتجي بزاف هايله، تجي روعه وتجي خفيفه ما تجيش كامل مزي. صح هي كي تقلوها تكون مزيته. المهم نتوما كي تقليوها اشربوها بيان، خلوها تشرب بيان في البابي ابسوربون باش ما تجيكمش مزيته. انا هكا ندير، نفوت نقطرها مليح في كسكاس ومن بعد نديرها بابي ابسوربون. فوالا هنا حتى تبرد. هنا بعد ما حطيتها تبرد هنا كنت حطيت الزيت تاعي تسخن بيان، ونجيو نبداو نفاصلو في المعقوده تاعنا كيما كتشوفوا. نحكموا كميه صغيره، نكورها ونبلاطيها غير شويه كيما كتشوفوا هكذا. نحطها مباشره في البيض البيض ثاني فيه نديرو شويه تاع الملح باش ما يجيناش صامت. نجوزوها مليح في البيض بعد مباشره نرميوها في الزيت تغلى، ما تمسوهاش كاع حتى كي تحمر باش تقلبوها. فوالا هذه الطريقه تاع المعقوده تاع صحاب الغرب. صحاب الغرب ما تخطيهمش المعقوده هذه، تجي بزاف هايله، تجي روعه. انا هذه الوصفه ولا غير ولاتها لي جارتي وهرانيه، كانت اشاك فوا ديرها وتبعتها لي وقلت لها ولا عطيني الوصفه
حبيت نديرها ونجربها باسكو مرة نديرها في الدار وتوجور تتنحلي في المقله. الوغ درت هذه الوصفه، وصفه ناجحه 100%، من اول تجربه تنجح لكم ان شاء الله. ديروها ما تندموش. عوضوها في بلاصه البوراك. راكم تعرفوا انا في مرحله تكور ومد العور، انا نقصو كامل في لي بلا. واحد ينقص من البوراك بنينه منه، نديرو معقوده حاجه خفيفه وبنينه وماشي مكلفه واقتصاديه. فوالا، حطوها تنقرا كيما كنتو تشوفوا حتى كي تتحمر، نقلبوها من الجهتين ومن بعد نحوها. فوالا، انا وليت مدمنه على هذه الوصفه، بزاف روعه بزاف بنينه. فوالا، جربوها وكومونتيو لي اذا عجبتكم، على بالي بلي حتعجبكم وتجربوها ان شاء الله. فوالا، انا نكمل كامل الحبات نتاعي تاع المعقوده، من بعد تشوفوها معايا في صحن التقديم ان شاء الله. فوالا، هنا كي تكونوا تخدموا فيها عمرو كامل الاخر تاعكم المقله باش ليه تكملوا. فوالا هكذا، هذه هي ان شاء الله. راكو تجربوا الوصفات اللي راني بارطاجيها معكم ويعجبوكم. انا واش نطيب لداري راني بارطاجيه معكم. فوالا خياتي، بعد ما كملت كامل قلية الماء المعقوده، شوفوا شحال جات حميمه الله الله، كامل على حبه. قدمتها مع شريبه فريك ولا اروع. نتلاقاو في وصفات اخرى ما خير اقتصاديين، وما تنسوش الجيم وبارطاج. صحه فطوركم.